السلام عليكم. انا ياسين رمضان من تيم GT. والنهارده اول فيديو من كورس اساسيات البرمجه لطلبه ثانويه عامه. الكورس ده هتتعلم فيه الاساسيات اللي محتاجها عشان تخش تذاكر الماده بشكل كويس ويسهل عليك فهم الماده، وكذلك هنعلمك ازاي تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي عشان توصل لاحسن نتيجه، وازاي تستخدمها بشكل صح. كتير من الناس بتستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي في البرمجه بشكل غلط، وبينتج عنها ان هو بيتعلم بشكل غلط. في الكورس بتاعنا هنوريك ازاي تستخدم الادوات دي بالشكل الصح. اولا الكورس ده موجه لمين؟ الكورس ده موجه لاي حد عايز يبتدي في مجال البرمجه حتى لو ما عندوش اي خلفيه برمجيه. لو انت داخل ثانويه عامه او انت بتفكر ان انت تتعلم البرمجه، فالكورس ده هياخد مستواك من زيرو لغايه ما تتعلم كل الاساسيات اللي انت محتاجها عشان تؤهلك للسوق وعشان تؤهلك ان انت تفهم الماده بشكل كويس. الكورس ده في المقام الاول هو موجه لطلبه الثانويه العامه. طالب الثانويه العامه او الطالب اللي بيدرس الماده بشكل اكاديمي هو عايز يفهم الماده بشكل نظري في الاول، ايه هي المفاهيم الاساسيه، ايه هي المصطلحات، وبعد كده يطبق بشكل عملي، فبالتالي يعمق الفهم بتاعه للماده بتاعته كويس. عشان كده في الكورس بتاعنا احنا هنعمل كل ده وهنفهمك بالطريقه النظريه وبالطريقه العمليه لغايه ما تفهم الماده بشكل كويس جدا، اللي يخليك تتعلم برمجه حتى لو مش هتشتغل مباشر. بمنتهى البساطه البرمجه هتبني عندك القدره على التحليل وتخليك احسن في حل المشاكل الحياتيه. لو حصل لك اي مشكله هتطلع منها بسهوله بسبب العقليه البرمجيه اللي انت اكتسبتها من تعلم البرمجه. هتسالني وتقول لي يا هندسه ازاي اطلع باحسن استفاده من الكورس؟ بص يا صديقي، بالامانه النصيحه الاهم الاستمراريه. ممكن كل يوم تتفرج على فيديو او فيديوهين وتبتدي ان انت تطبق على كل فيديو، ما تسيبش الحاجه للاخر، ما تسيبش الحاجه تتكوم عليك، وهكذا. ابتدي تطبق، ابتدي حل الواجبات اللي هتطلب منك، وخش الكوميونتي معانا. الكوميونتي بتاعنا موجود على الديسكورد وفيسبوك، وان شاء الله تطلع باحسن استفاده ممكنه. وبالتوفيق للجميع، شكرا واشوفكم في الكورس، والسلام عليكم.